السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة هوريكم سلسلة ماين مود، لكن أنا مكملتهاش، منزلتش مثلا حلقات وزي كده. لا، أنا نزلتها يعتبر زي سلسلة كاملة كده وفضل جزء بس يعني. فالمهم، في حلقة النهاردة هوريكم السلسلة اللي عملتها وبدأت ازاي وانتهى ازاي الزرفار، وانا لحد دلوقتي يعني ما ختمتهوش، وان شاء الله هتنزل يعني يومين كده وهنزل التختيم بتاع اللعبة. متنساش تعمل لايك واشتراك بالبيت التفعيل عشان يوصلكم كل جديد. لأن في حلقة النهاردة هوريكم سيرفر من أفضل السيرفرات في ماينكرافت، هو سيرفر موز. مهم موز، حرفيا من الأفضل. السيرفر ده هيمر بتلات مراحل: مرحلة البدايات، مرحلة التقدم، ومرحلة الانهيار. ويلا بينا على الفيديو. أول حاجة عملتها في السيرفر كنت تصبنت، وبعد كده دخل مع مصطفى، ولقينا قرية جنبينا بعد ما مشينا قدام شوية. فالمهم، بعمل لنا قرية زي كده وبدأنا. المهم، لقيت الأيرون جولوم، فقررت إني أجمع ديرت عشان أبدأ أقتل الأيرون جولوم. وطبعا بدأت ضربة وطلعت أجري، لكن الأيرون جولوم متحركش مكانه، كان ثابت، مش عارف زي كده، كان محتاج شوك. فالمهم اتقربت منه تاني وجي عليا، وأنا ومصطفى اشتغلنا نضرب فيه لحد ما مات، لكن هو مماتش برضه. اشتغلنا فيه، اشتغلنا لحد ما استقربته لحد ما بدأ يجي عندي. كنت عايز مصطفى ده عمل يموت لحد ما يجي عندي، وبعد كده دخلت جوه. من بعد ما دخل زي كده اشتغلت ضرب فيه، ضرب 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 لحد ما مات. خدت الايرون، اداني 5 ايرونات، لكن 5 ايرونات مفيدين جدا. بعد كده رحت لمصطفى وجمعت 5 ايرونات. مصطفى طبعا حلب القرية حلب. وبعد كده رحت اعمل سيف عشان مكانش معايا سيوف وزي كده. وبعد كده كنت عايز اعمل اكس مرة، ومصطفى جمع ايرون، بس في الحتة دي بقى شكيت فيه. المهم ما علينا. المهم رحنا حتة زي كده بعيدة شوية عن القرية عشان نبنوا بيتنا ونبدأ نستقر هناك. المهم، بعد ما رحنا هناك لقينا بوابة نزر جهاز زي كده. المهم قررت ان انا ابني بيت في الحتة دي، فبدأت احط البلوكات هنا، بدأت احط البلوكات المنظر ده، وبدأت احسب. ومصطفى طبعا نزل يجمع ايرون وايرون وجولد وزي كده. وانا بدأت طبعا اجمع في الخشب، لكن بصراحة شغل الخشب ده كان بصراحة مضايقني. فكنت عايز اضيف مود اللي هو مود الهامر، فقررت اني اضيفه، لكن قلت بس نعمل كام حاجة وبقى كان نضيف هو اندر مان. طبعا كنت عايز اخد من اندر بير بمرة، ممكن تقول يعني عين وزي كده. خلى مصطفى خشد عليه. مصطفى طبعا مستعجل عليه، خلص عليه، فضلنا واحد بس اندر بير. المهم، مصطفى سبت له البيت عشان هو قال ان هو يبني. وفي طبعا مود كنت اضيفه اللي هو مود الاسهم، نجرب الاسهم زي كده، مكانتش شغال. بس بتهيألي عشان ما كانش معانا اسهم، فعشان كده ما كانتش راضية تشتغل. اوكي. مصطفى بدأ يبني لحد ما بدأ يظبط في البيت. انا ساعتها كنت مش عارف بعمل ايه، فقررت اني اجمع ايرون واحلله. وهو بدأ كان يكمل في البيت، فقررت اني ابدأ. وعملت لي شيلت كذلك برضو، عشان بصراحة الشيلت مفيد جدا بالذات. وهنا طبعا كنت في الزفر لوحدي، كان في اليوم التاسع ساعتها. وبعد كده بدأت في اللحظة دي قلت أروح أعمل بوابة النزار. فأول حاجة جمعت أوبسيديان، وبعد كده رحت عملت أكس دايموند، وبدأت أجمع في الأوبسيديان. أوكي، كنت أموت في اللحظة دي، بس الحمد لله ربنا سترها. المهم، بعد كده رحت عملت باكت مية عشان أحول اللافا لأوبسيديان تاني. وبعد كده جمعت الأوبسيديان، بدأت أجمع فيه بعد ما حولته أوبسيديان في أوبسيديان في أوبسيديان، لحد ما بدأت أجمع أوبسيديان برضو، لحد ما جمعت 12 حبة أوبسيديان.
بعد كده بدأت أبني في البوابة وأعمل فيها الكلام ده، وأنا لوحدي ما كانش مصطفى معايا. بعد كده بدأت أبني فأبني وأبني 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 في البوابة لحد ما بنيتها المنظر ده. بعد كده جبت الولاعة وشغلت البوابة. ولحسن حظي بعد ما دخلت كده لقيت نزل طبعا الحمد لله. بعدها بشوية طلعت قدام شوية، حتى لو تركزوا في الأساسيات هتلاقوا إن أنا لقيت البوابة القاعة قريبة مني. طبعا السيت هتلاقوه في الشاشة كده لو عايزين تكبرت دماغي من النظر. قلت أعمل اسمها دي مزرعة بقر. فعلا عملت الشفل وبدأت أحفر بالمنظر ده زي ما انتوا شايفين. بعد ما عملتها قررت إني أعمل مزرعة قمح، لأن مش هينفع طبعا البقر يتكسر من غير قمح، فبدأت أكسر بالطريقة دي، أحط القمح ومية. تمام، بدأت أزرع وأزرع. فاكرة كنت بشيل الأوبسيديان ده والبلوكات دي الحمراء، لا مش عارف اسمها ايه، عشان أوسع مكان. وبعد كده كبرت المزرعة بتاعتي بتاعت البار وبدأت أكسرهم. وبعد كده عمال أكاسر. وهنا بقى والله ما كنت فاكر أنا كنت بعمل ليه كده، مش عارف ليه كنت يعني بحفر المنظر ده. حتى أنا مش فاكر ليه. بعد كده دخلت أنا ومصطفى وعبد الله. وعبد الله ده طبعا دخل من حوالي كده ساعة أو ساعتين كده يعني دخل قريب مش بعيد. وكنا داخلين نزل عشان نجمع رايات، فبدأت أحفر أنا عشان هما يجمعوا. جه طبعا الزبادة الخرد عشان يضربني، أو البيج اللي. فالمهم بعد ما قتلناه بدأت أحفر أنا، قتلنا الزبادر بس. وبعد كده بدأنا نحفر بالمنظر ده. كنا عايزين ننزل طبقة 15، لكن للأسف حظ ما حالفنا، لأنه إحنا بنحفر فلقينا فتحة. وطبعا عبد الله زي الغبي وقع. بس وبعد كده قررت إن أنا أروح حتة تاني غير الحتة اللي كنا فيها عشان نعرف نحفر تحت براحتنا، أحسن مكان اللي كنا فيه. فبدأنا نحفر وكنا بنحاول نلاقوا ليزرات، وفعلا بدأنا نحفر كلنا إحنا التلاتة. فكنت كان عمال يحفر برضو، وأنا برضو كنا عمال نحفر. المهم وأنا بحفر عبد الله ومصطفى طلعوا برا النزر، كانوا في العالم العادي. طبعا كنت بجمع نزر رايت زي ما انتوا شايفين. بعد كده لقيت المكان اتعبى، فطبعا في فيكتور مابس من مصطفى. من ساعة ما بدأ يقتلوا بعضيهم، وأنا بصراحة ما كنتش مطمن. هما الاتنين قعدوا يضربوا في بعض ويحطوا بلوكات، وبوظوا الزفر خالص. فبعد كده كملت حفر أنا وكبرت دماغي خالص. واحد من الإندر مان ده اللي كان عايز يموتني، لكن الحمد لله يعني متش. جولدن أول اللي كلتها والله ما حسيت بيها حتى. كان يموتني إندر مان، لكن الحمد لله الحمد لله ربنا ستر. المهم كملت تجميع نزل رايت. المهم بعد ما رجعت العالم شفت لك المنظر ده، بصراحة اتضايقت جوي. يعني كل اللي عملناه ده في القعدة، وابني اروح ابني في مكان بعيد واكمل السلسلة بتاعتي وابدأ في تختيم اللعب. انا سبتهم طبعا خلاص في المكان بتاعهم المعفن ده اللي بوظوه، ورحت مكان تاني بعيد بقيت اجمع في الشجر واكسر في المكان عشان اسويه. وبس كده تكون خلصت حياتي النهاردة. وان شاء الله لو في سلاسل تانية هعملها مع نفسي، مش هعملها مع حد تاني عشان انا
غلطت غلطة كبيرة إن أنا دخلت ناس معايا في الظرفة. وبس كده، فتنساش تعمل لايك واشتراك كده فيه عشان يوصلك كل جديد. ويلا مع السلامة.